الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. بهذه الآيات ذكر الله تعالى قصة قارون مع قومه، حيث كان من قوم موسى رجلا عاديا وبسبب غناه بغى، والبغي هو قمة الطغي. أما قوله كان وقال بعدها فبغى عليهم، أي أنه بسبب بغيه عليهم خرج عن صفته من قوم موسى، ما يدل على أن علاقة الناس بعضهم هي علاقة صلاح وليس علاقة انتماء أو نسب. وما يؤكد ذلك قول الله تعالى ردا على نوح عندما قال: رب إن ابني من أهلي، حيث قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وقد ذكر الله تعالى صفة مفاتيح خزائن الكنوز، حيث لا يستطيع فتحها أحد ولو اجتمعوا، لكنه بالتأكيد يستطيع علميا أن يفتحها بطريقته، حيث قال تعالى: وآتناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وقد ذكر الله تعالى أن لديه كنوزا، وحيث أنها مؤمنة بطريقة رهيبة، وهذا يعني أنه كان يدير تأمينها بنفسه غير معتمد على أحد، وحيث ذلك فلا يحتاج إلى أحد لحراستها، ما دفعه للبغي عليهم. وقد كان سبب ذهابهم لنصحه إلا من أجل أن يستدرجوه بسبب طغيانه عليهم، كي يتلفظ بألفاظ من شأنها تغضب الله كي يهلك، وحيث أنهم يعرفون رده، وحيث ثمة من أوعز إليهم بذلك عنده علم بهذه الأساليب. حيث قالوا له قال تعالى: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وحيث بدأوا كلامهم بطريقة استفزازية من شأنها إثارة عنجهيته، ولما قال تعالى إذ، فهذا يعني أن سياق الكلام بعدها يكون على ما قبل، والمعنى لا تفرح بأنك تدير أموالك بنفسك ولا تحتاج إلينا. أما قولهم إن الله لا يحب الفرحين، فقد أرادوا بذلك أن يهلكه الله بطريقة يحتاج فيها إليهم فلا يجدهم، وقد انتقلوا بالحوار إلى منطق ديني ظاهره الوعظ وباطنه انتهاز فرصة من شأنها ردا يمس صفة إعطاء الله له المال، وحيث أنهم لم يصلوا إلى مبتغاهم واصلوا الوعظ بقولهم قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقد تم ذكر كل تلك النصائح، حيث أنهم عندما بدأوا بذكر شيء واحد لم يرد عليهم، لذا عددوها مرة واحدة، حيث إن لم تفلح واحدة أفلحت الأخرى، ولو لم يقل ذلك واصلوا الوعظ حتى يكون رده متكبرا، وحيث أن طريقتهم هي سرد اتهامات واستخدام الأمر والنهي، وهو ما يرفضه وما يثير حميته وتكبره ليس إلا وكانت كلها لها علاقة بالمال. وحيث أنهم قالوا إن الله لا يحب المفسدين كلمة استعطاف لله بأن يظل، فيكون رده غير موفقا، من شأنه أن يتكبر على الله ردا يتعلق بثروته. واختتموا الوعظ بذكر السبب الرئيسي والذي مسهم والذي جاءوا من أجله، وهو بغيه عليهم، وقد بدأوا نصائحهم من حيث قوتها من أدنى إلى أعلى، وحيث أن الرجل كان راجح العقل فإن رده احتاج إلى موقف، وحتى قال لهم إنما أوتيته على علم عندي. هنا نالوا مبتغاهم وتركوه، وحيث لم يشأ الله أن يهلكه إلا بما كان رده، والذي رد عليه القرآن الكريم بقوله: أولم يعلم أن الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. الآية وحيث أنه رفض مساعدتهم في إدارة أعماله، فقد يثير ذلك شهية أحدهم يحتاج إلى عمل فيصيبه بالعين، ولما قال من قبله أي أنه كان أشد الناس قوة وجمعا للمال في زمانه، فلا يوجد أشد منه قوة وجمعا للمال إلا قرون قد انتهت وهلكت.
أيضا من كان قبله من القرون من هو أشد منه قوة علمية وأكثر جمعا للمال منه قد أهلكهم الله بنفس الطريقة، وذلك بسبب طغيانهم وكفرهم. أغفل الله عنهم قضية العين، وأغفل الله عنه سبب قصة هلاكهم، وهذا ما تطرقت إليه الآية السابقة بقوله تعالى: أولم يعلم جاءت على سبيل النفي والسخرية، ولو علم طريقة إهلاكهم لتجنب مصيرهم. أما طريقة إهلاكه فقد كانت تكهنا مني أنه فتح أحد مخازن المال ولم يستطع الخروج حتى مات جوعا، حيث لم يكن أحد يساعده، أو أنه وقع في أحد الكمائن التي نصبها لمن يحاول سرقة كنوزه، وحيث كان رده عن المال ولم يتكلم عن الفساد فقد أهلكه الله بماله. أما بيته فنظرا للتكييف الذي وضعه له، حيث جعل له نقطة ضعف في حال تم الاستيلاء عليه من قبل أي جهة فإنه يغور تحت الأرض، وقد جند الله من جنوده من يفعل ذلك بينما هو يتضور جوعا في الفخ الذي نصبه لمن يحاول سرقته. وهذا ما قصدوه عندما اتهموه بالفساد، حيث كان يكثر من عمل الكمائن للناس بطريقته العلمية الذكية تحت مبرر اصطياد الفرائس غير مكترثا بماذا علق بها الناس، والتي كانت نهايته على يدها. لكن بعض من كانوا في البيت نجوا، وذلك عندما قال الله: وما كان من المنتصرين، وقوله: فخسفنا به وبداره الأرض، بمعنى أنه لم يكن بالبيت. هذا والله أعلم بالتأويل. والراسخون في العلم ونحن نقول كما يقولون: آمنا به كل من عند ربنا كي لا نهلك كما هلك قارون.